انضم إلينا الآن المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة. ملف آخر استراتيجي مهم في مصر وتاريخها ومستقبلها، حديث عن بيع أراضي واستثمارات في مناطق حيوية كان من المفترض أن تكون فيها مشاريع لها علاقة بقناة السويس أو مشاريع كانت أقرت إلى حد ما في مجلس الشورى بأراضي في سيوة وغيرها من المحافظات الغربية. الآن يتحدث عن بيعها أو استثمارها مع الإمارات وغيرها من الدول. أنا أسأل، إذا مضت هذه الحكومة الانقلابية قدما بهذا الأمر وبعد ذلك كانت هنالك حكومة شرعية واستعادة للشرعية في مصر، هل يمكن أن تلغي هذه القرارات؟ هل يمكن أن تلغي هذه الأحكام؟ طبعا انا ما عنديش خلفيه كامله عن كافه هذه المشاريع او غير ملم بالنواحي القانونيه، بس فيما يتعلق بالشق القانوني ان ما تقوم به الدوله من اتخاذه من عقود وتعاقدات واجراءات هي حجه على القائمين في الداخل وفي الخارج، ولا يجوز التحلل منها بالاراده المنفرده، لانها ترتب حقوق وترتب مزايا والتزامات وواجبات على اطراف هذه العقود والاتفاقات التي تم توقيعها. وجود انقلاب او وجود ثوره او تغيير نظام حكم او وجود حكم مضاد لنظام سابق لا علاقه له بالمراكز القانونيه المكتسبه التي اكتسبها الغير من جراء هذه التعاقدات والمعاملات التي اجريت في ظل نظام سياسي معين، ولا شأن له بتغيير هذه الانظمه. وهذا مبدأ مستقر متعارف عليه في القانون المقارن وفي الانظمه القانونيه، الهدف منه هو الحفاظ على استقرار المعاملات وضمان سلامتها وحماية حقوق الغير الذين يتعاملوا مع هذه الأنظمة التي تم تغييرها أو الإطاحة بها أو خلافه. يعني هذا ممكن أن يضع أي حكومة شرعية قادمة يضعها في حرج نتيجة هذه التصرفات. لا يجوز قانونا أن يتم التحلل من الاتفاقيات أو الالتزامات بالإرادة المنفردة لا للشيء إلا لتغيير نظام، هذا الأمر غير موجود. وإذا ما حاولت أي حكومة التنصل والتخلي من التزاماتها فإن هذا الأمر سوف يتوقع تحت طائلة القانون الدولي، وهناك محاكم اقتصادية وهناك لجان تحكيم بالسهل جدا للدولة التي أديرت من جراء هذه الأعمال أن تلجأ إليها وتقوم بمقاضاة هذه الأنظمة للحصول على حقوقها التي الثابتة بموجب تعاقدات أو معاهدات أو اتفاقيات. هذا بالنسبة للاتفاقيات التي يتم توقيعها والعقود التي يتم الاتفاق عليها متى أصبحت نهائية ونافذة فتعد حجة على كل أطرافها بغض النظر عن أي تغييرات في المشهد السياسي.